قسم ونصيب يشرف على نهايته بعد أن مر تقريبا 3 شهور على يوم عرضه، والكل منتظر من سيكون الفائز. ابقوا معنا وسنخبركم من الفائز. فبعد أن ظهرت فرح مؤخرا وأخبرت الفانز بتوعها أنها ليست الفائزة، وأنها هي وأحمد لم يفوزا بالبرنامج، وأنها فازت بمحبة جمهورها والفانز بتوعها. طبعا حبيباتي، قالت لي حتى لو ما ربحتي انتي بالاخير، انتي واحمد ربحتي محبتنا. طبعا انا على فكره انه كميه الحب ما شاء الله انه هيك عن جد الناس كتير حبوني يعني، فهذا الشي بيكفي وبيوفي عندي. يعني انا ربحت محبتكم ودعمكم وشكرا كتير. أما لارا فهي أيضا ظهرت مؤخرا وتحكي أنها أنهت علاقها مع حسين اللذان كان كوبل في البرنامج بعد أن سربت صورة له ولفتاة أخرى مع بعض. صدمت أنا، قلت لها هدي شوي، ما بدنا نحكي بالموضوع ولا رح أحكي شي. وحتى لما الفانز نشر كل شي هو ما أجا برر لي، هو ما أجا حكي شي معي، عرفتوا؟ أنا بحاول أبرر للفانز أكثر ما يبرر لي. وعلى فكرة هذا الكلام الذي قالته لارا أنه يحاول أن يبرر للفانز أكثر من أن يبرر لها، حصل أيضا في البرنامج كان بينهما خلاف بينه وبين لارا وبين أصدقائه بعد المقلب الذي عمله هو وعلي. كان يفكر فقط في أصدقائه ويبرر لهم، ولم يحاول أن يبرر للارا التي هي حبيبته. لهيك خلينا نسكره وما نضل نحكي فيه. سلامة الله يستر له وبحاله، أنا بحالي إلي شكرا. الزلمة بحاله وله حياته، وأنا من حديت هاي اللحظة لباقي الأيام أنا إلي حياتي. يعني ما عاد حدا له كلمة عندي، مع مين بطلع مع مين بفوت مع مين، ما عاد يعني ما عاد في سلطة أبدا أبدا، ما في سلطة خلاص. حدا له طريق، كل حدا له صار حياته، هو راح بطريق يمكن هذا الطريق بناسبه، هو ذول الأشخاص اللي بتناسبه، ما يمكن هو لقى البنت مثلا يندمج معها أو من جوا أو شو خسرتي؟ أنا ما خسرت شيء، بالعكس هي ربحت محبتكم إلها. أنا اللي ربحته تماما، أنا اللي ربحته أنتو، ربحت محبة العالم، ربحت احترام العالم لإلي أو احترامي للعالم بس.